الذكاء الصناعي وهياخد مكاننا. جمعة مباركة عليكم الأول. وعايز أقول لكم إن الذكاء الصناعي ده كان في مثال حد اتكلم عنه من كام يوم، جاي من 30 سنة كان قدامهم الكمبيوتر كحاجة جديدة. محاسبين، هتسيب الدفتر وتتعلم تستخدم الكمبيوتر ولا هتفضل على الدفتر؟ فواحد من الاتنين قال يا عم الكمبيوتر ده بيفصل، الكهرباء لو قطعت مش هعرف اوصل لحاجة، مش هعرف استخدم، مش هعرف اسجل. واحد تاني قال لا، انا هتعلم. بعد 30 سنة من وجود الكمبيوتر اللي اتعلم كمبيوتر هو فين دلوقتي، واللي ما اتعلمش ورفض يتعلم الكمبيوتر هو فين دلوقتي. فمهم جدا جدا ناخد بالنا ان الذكاء الاصطناعي يا نخاف منها وننكرها، يا اما في حد تاني هيتعلمها وهو اللي هياخد مكاننا، مش الاي اي اللي هتاخد مكاننا. في الاخر الاي اي هي محتاجة حد يستخدمها. الفكرة كلها ان هي مهارة، اتعلمها واستخدمها في شغلك، هتطور من نفسك، هتعرف تكون سابق ومواكب التطور اللي بيحصل. طب لو انت ما واكبتش، في حد غيرك تاني هيتدرب وهيبقى متطور وهيجي ياخد مكانك.